مثلا انها دير واحد الشروط تاخذ واحد الاجراءات باش انها تفوز بهذه الصفقه. وهذا الشيء هذا بطبيعه الحال كيضرب في المنافسه الشريفه ما بين الشركات، وهذا الشيء هذا هو اللي كيتسبب في الافلاس ديال مجموعه من الشركات. وحنا عارفين بان الارقام الاخيره كتقول بانه في سنه 2024 40,000 شركه اللي اعلنت الافلاس ديالها. علاش؟ لانها ما قدرتش انها تنافس الشركات الكبيره. الشركات الكبيره كتستحوذ على السوق بطرف بطبيعه الحال اللوبي ديالها اللي كاين في المؤسسات، كاين بزاف ديال الادارات باش انها كتمرر لها الصفقات وكتخرج لها الميزانيات باش تفوز في هذه الصفقات هذه وباش تنجز لها المشاريع، في الحين ان الشركات الصغرى كتلقى راسها ما عندهاش المعلومه وما عندهاش الامكانيات الماليه وما عندهاش القدره انها تطلب الدعم. وهذا الشيء هذا طبعا هو اللي اثاره عبد الله البوانو اللي هو برلماني ورئيس الفريق النيابي ديال العداله والتنميه في البرلمان، بحيث قال بان وزير التربيه والتعليم محمد سعد براده كيملك واحد الشركه اللي كتقوم باستيراد ديال الادويه من الخارج، بان هذه الشركه هذه اللي الاسم ديالها فارما برو فازت بمجموعه ديال الصفقات اللي دارتهم وزاره الصحه. وزاره الصحه بطبيعه الحال خرجت ونفات الامر وقالت بان هاد الصفقات هذه تمت عبر مستشفيات ومراكز جهويه، يعني ما كانش الوزاره ما كانش عندها شي دخل بهاد الصفقات هذه. ولكن الوثائق اللي خرجها موقع اخباري واللي وصلت حتى اللجنه اللي ناقشت بالامس الموضوع كتكشف بان الصفقات اللي كتبلغ القيمه ديالها الاجماليه تقريبا 30 مليون ديال الدرهم تمت عبر الاداره المركزيه للوزاره وماشي المستشفيات او المراكز الاستشفائيه الخاصه. هنا كيتطرح سؤال كبير حول تضارب المصالح، بحيث ان هذه الشركه هذه استغل صاحبها التموقع ديالو في الحكومه ودوز هذه الصفقات هذه، في حين انه كاين بزاف ديال الشركات قادره انها تقوم باستيراد ديال الادويه وحتى هي من حقها انها تنافس. الاشاره الوزير كان قبل توليه المنصب ديالو كوزير للتربيه والتعليم كان قدم استقاله ديالو من المنصب التسييري في الشركه، لكن مباشره بعد ذلك تم منح المنصب ديال رئيس مجلس اداره للشقيق ديالو، وبمقابل هذه الاستقاله تم منحه من طرف افراد العائله، واللي هي الشركه هذه شركه عائليه، تم منحه مجموعه من الاسهم اللي كتبلغ القيمه ديال اللي كتبلغ العدد ديالها 22500 سهم. يعني هنا واخا انه قدم استقاله ديالو من المنصب التسييري الا ان الارتباط ديالو المالي لا اللي هو ولا العائله ديالو بقى مستمر. هذه فقط صورة من الصور ديال تضارب المصالح اللي كاين والفساد اللي كاين في حكومة أخنوش. شفنا سابقا الفراقشية، شفنا تحلية المياه، شفنا المشاريع اللي كانت في الطاقة، شفنا هذه المسائل هذه كاملة بدون اي محاسبه وما كاينش حتى شي رد الفعل من الجهات الرقابيه اللي من المفروض انها تقوم بالعمل ديالها. سمعنا مؤخرا بانه كاين ربما النيابه العامه تحركت في هذه المسائل هذو، ولكن انا كيبان لي بان الامر لن يتجاوز بعض الكلام هنا وهناك في بعض المواقع الصحفيه ويمكن حتى في بعض البرامج، الى انه شي خطوه اللي ممكن اننا نشوفوها من اجل المحاسبه ومن اجل انه المال العام يرجع ما كنظنش. وحتى هنا تكون الحلقه ديال اليوم انتهت، ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده.